الحرية هي أصل من أصول هذا الدين، حرية الفرد وحرية الكلمة وحرية الإبداع وحرية وده اللي ندعو إليه. حرية العقيدة، حرية العقيدة أول حاجة. يعني إذا كان ربنا بيقول من شاء فليؤمن، إذا كان مسلما وأراد أن يعتنق المسيحية، هل أنت مع حرية العقيدة؟ أنت حرية العقيدة، هو حر. زي ما انت عارف في اوروبا بعد 18 سنه نعم. بيخيروا الولد، يعني يبقى احنا هل ممكن ان يسمح الاخوان المسلمين لزمانهم ان يسمح بحريه العقيده؟ نعم. يعني لما يصل شاب لعمر 18 سنه ان يقرر ان يكون مسلما او مسيحيا او بوذيا، هو حر. اذا كان بقول لك ربنا بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، عاوز اكتر من كده ايه؟ ولكن الارتداد عن الدين يا سيدي، شوف الدين معروف، اما يجي يرتد له احكامه الذي يجلس الفقهاء ويشوفوا مرتد ليه، يمكن مرتد يا اخي يعني مظلوم. يعني ما افهمه من حضرتك اليوم انكم لن تطبقوا حد الردة في زمن الاخوان. لن تطبق اي حد حتى الان حتى يقبل الشعب حكم الاسلام بمبادئه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق من الله عز وجل، من الرب الذي خلق الخلق والذي له الحق في أن يوجب على عباده ما شاء، الحق منه فيجب علينا قبوله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه الجملة ليست للتخيير وأن الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفر، ولكنها للتهديد. والدليل على هذا آخر الآية، وهو قوله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. لا إكراه في الدين، إنما احنا بنكره الناس على الدين، ولكننا نبين لهم الدين ونعاقب من ترك